مرحبا بكم مدريديستا في هذه النشرة لنقل ومتابعة آخر الأخبار حول ريال مدريد. شكر خاص لكم مدريديستا على كل الدعم والتعليقات. تقول ماركا عما حدث في تدريبات ريال مدريد لهذا اليوم. في مستوى آخر، طريقة بينتوس تحدث طورا في ريال مدريد. أجرى اللاعبون اختبارات عالية الشدة تحت إشراف المدرب البدني أنطونيو بينتوس. تعد تأثيرات أنطونيو بينتوس على الإعداد البدني لريال مدريد من الأهم في تاريخ كرة القدم على مستوى الأندية، وربما يدين فريق أنشيلوتي للإيطالي بأكثر من لقب بفضل العمل الدقيق الذي يقوم به مع كل لاعب. بلا شك قام بينتوس بتغيير جذري لدور المدربين البدنيين الذي أصبح حاسما في كرة القدم الحديثة، حيث يتطلب من اللاعبين أن يكونوا أقرب إلى الرياضيين أكثر من كونهم مجرد لاعبي كرة القدم. في تدريبات اليوم لاحظنا أن لاعبي ريال مدريد خضعوا لتمرين جديد من التمارين التي أصبحت تعرف بطريقة بينتوس. كان اللاعبون يجرون باستمرار بينما يتم قياس تنفسهم بدقة باستخدام قناع متطور. الهدف من هذا التمرين هو قياس معدل ضربات القلب والتنفس بهدف التحكم في إجهاد اللاعبين وتجنب الإرهاق. Step 2.2. Entrance. Step 3.1. وفقا للصحفي رودرا، سيتمكن دافيد ألابا من العودة للتدريبات على العشب في غضون أسبوعين. المقربين من النمساوي حددوا شهر أكتوبر من عام 2024 كموعد لعودته للملاعب، على الرغم من أن ريال مدريد لم يكن متفائلا جدا. لقد فضلوا عدم التسرع في إصابة حساسة مثل إصابة المدافع النمساوي نيكو باز إلى كومو الإيطالي. رسميا من المقرر أن يدفع نادي كومو 6 ملايين يورو مقابل نيكو باز في صفقة انتقال دائم، مع احتفاظ النادي الملكي ب50% من صفقة بيع مستقبلية. ريال مدريد يمتلك أيضا خيار إعادة الشراء. النادي الأبيض الذي يدرك إمكانات لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عاما قام بتضمين خيار إعادة الشراء، مما يظهر ثقته وأمله في مستقبل لاعب خط الوسط. ويضيف رحيل الأرجنتيني إلى الخسائر الأخيرة للفريق الرديف في ريال مدريد، الذي أطلق سراح لاعبين مثل ماريو مارتين ولاتاسا ومارفين وأبرادو وبيتر. يغادر نيكو باس بعد تحقيق 3 ألقاب عظيمة رفقة الفريق الملكي. من خلال هذه العملية يواصل كومو تعزيز فريقه الصاعد حديثا إلى دور الدرجة الأولى الإيطالي، بينما يواصل ريال مدريد مراقبة تطور أحد أبرز لاعبيها الشباب الواعزين، الذي سجل 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي. فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف مباراة واحدة على فيرلامينتي بعد طرده بسبب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام مايوركا. وبالتالي فيران غارسيا سيكون في التشكيل الأساسي يوم الأحد أمام بلد الوليد. الظهير الأيسر البالغ من العمر 25 عاما يعتبر بديلا جيدا بفضل سرعته وصلابته الدفاعية وقدرته على الهجوم. الموسم الماضي قدم اللاعب الإسباني 5 تمريرات حاسمة رغم مشاركته كأساسي في عدد قليل جدا من المباريات. فريق ليغانيس يظهر كخصم في خطة إجازة كارلو أنشيلوتي. تقول ماركا أن مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس في الدوري ستقام بعد فترة الاستراحة مباشرة. قبل أيام قليلة أعلن كارلو أنشيلوتي عن خطة فريقه لمواجهة آثار جدول المباريات الرهيب الذي قد يقود ريال مدريد إلى خوض 72 مباراة. إنها فكرة جديدة وتستهدف بشكل خاص اللاعبين الدوليين، وخاصة أولئك الذين يتعين عليهم القيام برحلات عديدة. الفكرة هي أن يبقى هؤلاء اللاعبون على هامش الفريق لمدة 4 أو 5 أيام،
ريال مدريد سيعود إلى الدوري بمواجهة ليغانيس في ملعب بوتاريكي بعد التوقف الدولي الأخير لهذا العام. فالفيردي سيعود من مباراتين قويتين، واحدة في كولومبيا والثانية ضد البرازيل، بانتظار أن يحدد البرازيليون الملعب. المباراة الأخرى للمنتخب البرازيلي ستكون في فنزويلا. أما منتخب إسبانيا فسيخوض مباراتين تتطلبان سفرا طويل المدى، الأولى في كوبنهاغن والثانية في تنيريفي. بالنسبة للفرنسيين ستكون مباراتهم الأخيرة لدخول الدور النهائي في إيطاليا، بينما ألمانيا ستخوض مباراتها الأخيرة في بودابست، وكرواتيا ستواجه البرتغال على أرضها. المنتخب الإنجليزي سيختتم مباريته على أرضه ضد إيرلندا، والأتراك في الجبل الأسود وأوكرانيا ستلعب في تيرانا. مرة أخرى سيكون السفر الأكثر تعقيدا بالنسبة لإبراهيم دياز، حيث سيسافر إلى الغابون. كما يمتلك المنتخب المغربي موعدين مقررين في شهر مارس المقبل في تصفية كأس العالم 2026، حيث سيسافر إلى النيجر ويستضيف تنزانيا. هذا العام لن يشارك مهاجم ريال مدريد في المرحلة النهائية من البطولات. كانت كأس أفريقيا التي سيستضيفها المغرب ستقام في الصيف، ولكن تم تأجيلها إلى فصل الشتاء بين عامي 2025 و 26 في الفترة ما بين 21 من ديسمبر إلى 18 من يناير. هذه تواريخ حساسة في الجدول الزمني، ولكن ما زال هناك عام ونصف قبلها. التوقف الدولي الأخير لهذا الموسم سيكون في شهر مارس. في 30 من ذلك الشهر سيستقبل ريال مدريد فريق ليغانيس في عودته إلى منافسة الدوري الإسباني. الفريق البوتاريكي سيواجه ريال مدريد في مباراتهما بعد التوقف الدولي، وهي مبارية تحمل دائما خطرا للأندية التي تضم العديد من اللاعبين الدوليين. صرح مافيو لاعب مايوركا مستعرضا مواجهته أمام ريال مدريد في أول مباراة بالدوري: عندما رأيتهم يركضون نحوي دعوت الله وسألت نفسي ماذا أفعل هنا؟ كان الأمر لطيفا لأنه في النهاية الجميع يريد أن يلعب هذه المباريات ضد هؤلاء اللاعبين. علاوة على ذلك أشاد مافيوس بفينيسيوس، وقال مدافع مايوركا: عندما ألعب ضده يجب أن أكون أكثر تركيزا، لأنه بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم في مركزه، حتى أنه دافع عن إمكانية حصول البرازيلي على الكرة الذهبية، يمكنهم إعطاؤه إياها بشكل مثالي بعد عام مذهل. نادي باريس سان جيرمان لا يزال يثق في التوصل إلى اتفاق مع مبابي، ويستند إلى المفاوضات الجارية. النادي الفرنسي لم يتلقى أي أخبار من رابطة الدوري الفرنسي أو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا بشأن مطالبة محامي اللاعب بتأخر المدفوعات المستحقة. سبق وأن كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن كيليان مبابي يطالب باريس سان جيرمان بحوالي 55 مليون يورو لم يتلقاها، وهي تمثل 3 أشهر من الرواتب وجزءا من مكافآت المستحقة. وفقا لهذه المعلومات، اتخذ محامو اللاعب الجديد لريال مدريد خطوطا إضافية في محاولتهم لتحصيل هذا المبلغ بالتوجه إلى اللجنة القانونية في الدوري الفرنسي وإلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا، بدعوى أن التأخير في المدفوعات يهد انتهاكا لأحد مواد النظام الأوروبي. ميغيل غوتيريز أمامه 10 أيام من أجل حسم مستقبله. ريال مدريد بإمكانه استعادته مقابل 8 ملايين يورو، وفكرة النادي هي إعادته ومن بعدها بيعه لأحد الأندية الكبرى المهتمة به. وفقا للصحفي ماريو كورتيكانا، يفكر نادي نوريتش في ضم رينير خيسوس على سبيل الإعارة. رسميا رافائيل أوبرادو لاعبا لنادي ديبورتيفو لا كورونيا على سبيل الإعارة بدون خيار الشراء. ختاما، شكرا لكم مدريديستا على حسن المتابعة والاستماع. لا تنسوا دعم النشرات بالاشتراك والتعليقات والمشاركة. ألقاكم على خير في المزيد من النشرات.